السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد القيمة المكانية للرقم المحدد. يعني ايه القيمة المكانية للرقم المحدد؟ يعني هو مديني رقم موجود معايا اهوت، يبقى المفروض انني في القيمة المكانية اعرف ايه؟ اسم الخانة. يعني اعرف اسم الخانة، اسم الخانة. يعني ايه اسم الخانة؟ يعني هل الرقم ده موجود في خانة الآحاد، ولا هل الرقم ده موجود في خانة العشرات، ولا هل الرقم ده موجود في خانة المئات؟ يعني بمعنى تاني، يعني ايه؟ بالمعنى البلدي اللي هو الدارج، ان انا اقول ايه؟ مكانه فين، مكان الرقم ده فين. او مثلا ان انا اكتب فوق اسم الخانة، اسم الخانة او مكانه فين. تمام. فهنيجي هنا اسم الرقم، اسم الخانة، عفوا، اسم الخانة او مكانه فين. طب هنيجي هنا يا اريج للرقم ده اللي هو اقرأي الرقم كله. 645. برافو عليكي، احسنتي. طيب احنا عايزين نعرف الرقم 4، ماشي؟ مكانه فين؟ مكانه في العشرة. احسنتي، يبقى نكتب هنا عشرات. عشرات. طيب الرقم اللي بعده 742 و752. احسنتي، يبقى الاتنين في الآحاد. اكتبها ماشي. طيب الرقم اللي بعده بيقول لي هنا 623. احسنتي، 600 في الايه؟ مئات. طيب يبقى تاني القيمة المكانية يا أريج للرقم هنا، ان احنا عايز طالب مننا بس ان احنا نقول الرقم ده مكانه فين، الخانة بتاعته اسمها ايه. تمام. يعني لما يجي يقول لي تاني القيمة المكانية للرقم المحدد، اللي هو مثلا الرقم اللي موجود عندي اللي هو عامل عليه دايرة، يبقى انا بس معروف مني، مطلوب مني ان انا اعرف الرقم ده هو في الآحاد ولا في العشرات ولا في المئات. تمام. خلاص كده. يبقى تاني القيمة المكانية مطلوب مني ان انا اعرف ان انا اسم الخانة او المكان المحدد للرقم فين، في خانة الآحاد ولا خانة العشرات ولا خانة المئات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.